من اكثر الحوايج اللي كيخليو الثمن مختلف في المذر بورد او اللوحه الام هو ديك الرقاقه او الشيبسيت اللي كيستعملوا. هاد الشيبسيت هي العقل ديال الكارت مير وهي كتحكم في كل شيء وحتى في الكارت بحد ذاتها. ودابا مجموعه من الاشياء اللي كانت كدير هذيك الرقاقه رجعوا للسي بي يوز، بالاضافه للستابيليتي تاع الكارت مير. بطبيعه الحال الكارت الغاليه راه تكون مستقره اكثر، وكاين فرق حتى في لي سلوتس اللي كيكونوا فيهم. يعني باش ما كتكون الكارت غاليه باش ما كيكونوا فيها حوايج اخرين اللي يقدروا ينفعوك بحال الام دوت 2 سلوتس، 4 سلوتس ديال الرام، بي سي اي اكسبريس الى اخره، ومنافذ ديال يو اس بي تا هما. واهم نقطه في المذر بورد الغاليين هو توفرهم على نظام في ار ام اللي مزيان بزاف، وهو واحد النظام اللي كينظم الفولتاج في الكارت مير باش ما تسخنش بزاف ملي كنديروا الاوفر كلوكين للسي بي يو. داكشي علاش ملي كتكون عندك كارت غاليه وكدير فيها الاوفر كلوكين للسي بي يو ما كتخافش انها تسخن بزاف وتخسر لك جميع القطع ديال البي سي. يعني فاش بغيت تشري شي بروسيسور اللي غادي دير عليه الاوفر كلوكين فمن الاحسن انك تاخذ واحد الكارت اللي مزيانه. من هادشي كامل باش ما تزيد الفلوس تاخذ مميزات اخرين اللي تقدر تحتاجهم في الكارت مير، وحتى نظام الطاقه كيكون مقاد فيهم بزاف. الا عجبك هذا المحتوى ما تنساش دير متابعه وشي لايك.